يا اهلا بيكم يا شباب في التاني حلقة في السيزون الجديد، واللي هنتكلم فيها عن افضل 10 افلام عربية لسنة 2024. في الحلقة دي هنقدم اقوى الافلام اللي كانت معانا خلال السنة دي، واللي تعتبر سنة مميزة جدا انتاجيا بالمقارنة بالسنين اللي فاتت. قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة ما تنساش تدعمنا عشان نكمل معاكم بشكل مستمر، واعمل لايك للحلقة واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ بالفيلم رقم 10 في قائمتنا، واللي هيكون فيلم مين يصدق، من بطولة يوسف عمر وجيدة منصور وأشرف عبد الباقي. ومين يصدق فعلا ان فيلم البطلة أول مرة تمثل ومخرجة أول مرة تخرج يحقق كل النجاح الكبير جدا ده. الفيلم قدر انه يقدم لنا قصة مثيرة وصادمة هتاخدنا لأحداث كتير جذابة هتعلم معاك حتى بعد ما تخلص فرجة، واللي بتحكي لنا عن نادين الشابة المرفهة اللي بتتعرف على الشاب باسم اللي مع المواقف كده بتعجب بيه، ولكن مع الأحداث بتكتشف انه نصاب، ومع ذلك بتقع في حبه وبتشاركه في عمليات النصب عشان يساعدوا الفقراء في أجواء من الدراما والمغامرة. الفيلم من إخراج زينة عبد الباقي ومن تأليف مصطفى خالد بهجت. الفيلم رقم 9 معانا هيكون فيلم الفستان الأبيض، من بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح. الفيلم ده بيغلب عليه الأداء التمثيلي الرائع والتوليفة المميزة جدا، اللي على مدار الفيلم كده هتحس ان دي قصة حقيقية فعلا مش تمثيل. الفيلم بيحكي لنا قصة العروسة وردة اللي بتكتشف ان فستانها باظ قبل الفرح بيوم واحد، ومن هنا بتقرر انها تاخد صاحبتها المقربة عشان يبدأوا رحلة البحث عن فستان بديل في القاهرة. ولكن الرحلة دي ما بتكونش بالسهولة دي، وبتلاقي نفسها في مواقف وأحداث تخليها تكتشف ذاتها وعلاقتها بالمدينة اللي بتعيش فيها. الفيلم قدر يوضح لنا فرق الطبقات الاجتماعية والصراع اللي بيعيشوه، وبعيدا كمان عن القصة المميزة الإخراج والكادرات اتقدم بشكل كويس جدا. الفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف. الفيلم رقم 8 في قائمتنا هيكون فيلم الهنا اللي أنا فيه، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس ودينا الشربيني. قصة الفيلم بتحكي لنا قصة دكتور أحمد المهتم بإنه يدي نصايح لمتابعينه ويعرفهم ازاي يبنوا شخصياتهم ويبقوا في سعادة مع أجوازهم، في حين انه اصلا بيواجه مشاكل في حياته. ومع الأحداث بيتفاجئ ان مراته بتعرض عليه يتجوز صاحبتها عشان تحل مشاكله، ومن هنا بتاخدنا الأحداث عن 2 صحاب متجوزين واحد، والمفارقات الكوميدية اللي هنشوفها ما بينهم التلاتة اللي خلقت أجواء خفيفة، والتناغم اللي بين ياسمين رئيس وأسماء جلال اللي قدر انه يقدم لنا خط درامي وكوميدي كويس جدا. ولكن الفيلم عامة مش مناسب للمشاهدة العائلية. الفيلم من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أيمن بهجت قمر. الفيلم رقم 7 معانا هيكون فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، من بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد ومحمد ثروت. قصة الفيلم بتحكي لنا قصة درية وصالح، الزوجين اللي بتحصل بينهم مشاكل كتير في حياتهم، واللي بتخليهم يمروا بمواقف ومفارقات كوميدية بيواجهوا فيها جانب جديد في حياتهم ومن شخصياتهم عامة، واللي بتخلي أحداث الفيلم تدور بطريقة مميزة بسبب الكيمياء اللي كانت موجودة بين هنا الزاهد وهشام ماجد، واللي بالمناسبة السنة دي تعتبر سنة هشام بامتياز، كونه شارك في أعمال كتير جدا، وليه بس في القايمة دي 3 أفلام من أفضل أفلام السنة. الفيلم من إخراج أحمد الجندي ومن تأليف شريف نجيب. الفيلم رقم 6 معانا هيكون فيلم شقه، من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرى وأمينة خليل. الفيلم بيحكي لنا قصة 2 بلطجية أصحاب اسمهم إسماعيل وحجازي بيعملوا عمليات إجرامية لصالح شخصيات مهمة في الدولة بقيادة يسرى، وفي واحدة من العمليات دي بتحصل مشكلة كبيرة بيحاولوا يحلوها على مدار قصة الفيلم. الفيلم قدر إنه يقدم لنا مشاهد أكشن وان شوت ومبتكرة جدا، ده غير القصة المميزة وكمان أداء الشخصيات المختلف عن أدوارهم العادية اللي متعودين نشوفها في العادة. كل ده قدم لنا فيلم حلو جدا ومسلي في معظم المشاهد،
يستحق انك تتفرج عليه لو لسه ما شفتوش لحد دلوقتي. الفيلم من اخراج وتأليف وسام صبري. الفيلم رقم 5 معانا هيكون فيلم اكس مراتي من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل. قصة الفيلم بتحكي لنا عن يوسف دكتور الأمراض النفسية اللي بيتولى تقرير نفسي عن مجرم خطير جدا لحد ما يتم الإفراج عنه من السجن، واللي فيما بعد بيكتشف إنه طليق مراته وأبو أولادها. ومن هنا بتاخدنا قصتنا في رحلة من الكوميديا، ويمكن من أحلى الأفلام الكوميدية اللي أخرجها معتز التوني بعد سمير وشهير وبهير بسبب فكرتها المبتكرة جدا، وكمان الكيمياء العبقرية اللي كانت بين هشام ماجد ومحمد ممدوح ادت طابع مختلف خدمت القصة والكوميديا بشكل كبير، واللي فعلا قدم لنا كمية مواقف كوميدية رهيبة خلته واحد من أفضل الأفلام الكوميدية السنة دي. الفيلم من إخراج معتز التوني ومن تأليف كريم سامي. الفيلم رقم 4 في قائمتنا هيكون فيلم الهوى سلطان من بطولة منى شلبي وأحمد داوود وجيهان الشماشرجي وأحمد خالد صالح. قصة الفيلم بتاخدنا في أجواء من الرومانسية والدراما عن ولد وبنت بتربطهم علاقة صداقة قوية جدا من أيام الطفولة، وكمان قربهم لبعض ده خلاهم فاهمين بعض في كل حاجة، وبسبب إنهم دايما مع بعض كانوا بيواجهوا مواقف كتير كوميدية ودرامية بينهم وبين أسرتهم، ولكن بتحصل فجأة تغييرات في حياتهم بتخليهم يبعدوا عن بعض، وكل واحد فيهم يعيش قصة مختلفة عن التاني. ومن هنا قصتنا بتاخد منحنيات درامية كتير. الفيلم ده أكتر حاجة بتميزه هي الحالة الممتعة والمواقف المتشابهة اللي بين أي اتنين مرتبطين، بعيدا عن الإسقاطات اللي ممكن تكون مختلفة شوية عن سلوكياتنا في بعض المشاهد، وكمان اختيار المزيكا اللي كان مميز جدا اللي خلق أجواء حلوة على مدار أحداث الفيلم. الفيلم من إخراج وتأليف هبة يسري. الفيلم رقم 3 معانا هيكون فيلم رحلة 404 من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وشيرين رضا وخالد الصاوي. قصة الفيلم بتحكي لنا عن غادة اللي بتحاول انها تكون شخصية متدينة اكتر وتتوب عن ماضيها اللي ما كانش احسن حاجة وتسافر عشان تحج، وقبل سفرها بأيام بتتورط في مشكلة فجأة واللي بتحتاج فيها فلوس كتير جدا، فبتلجأ لأشخاص من الماضي الملوث بتاعها بعد ما كانت قطعت كل علاقتها بيهم، وبترجع لهم عشان تجمع الفلوس دي. ومع الأحداث بنشوف صراعها الداخلي وإزاي هتقدر تتصرف عشان تتخلص من الصراع ده في أجواء من التوتر والقلق. الفيلم مميز جدا في قصته والحوارات اللي كانت جريئة جدا اللي قدمت لنا عمل مميز فعلا. الفيلم من إخراج هاني خليفة ومن تأليف محمد رجاء. الفيلم رقم 2 في قائمتنا هيكون فيلم ولاد رزق الجزء الثالث من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين. قصة الفيلم بتكمل مسيرة الأجزاء اللي قبل كده واللي فيها بتبدأ في محاولة الإخوات الأربعة إنهم يعيشوا حياة شريفة بعيدا عن الاحتيالات اللي كانوا بيعملوها، ولكن كل ده بيتغير لما الماضي بيرجع لهم ويطاردهم من جديد، وبيضطرهم إنهم يعملوا عملية سرقة خطيرة جدا عشان بتحطهم مع أشرس خصوم ليهم على الإطلاق. الفيلم بيميزه كالعادة الإنتاج الضخم والأكشن القوي جدا والإخراج والتصوير اللي لا غبار عليه، وقدر إنه يقدم لنا قصة متماسكة ورجوع قوي جدا لولاد رزق. الفيلم من إخراج طارق العريان ومن تأليف صلاح الجهيني. الفيلم رقم 1 في قائمتنا وأفضل فيلم السنة دي هيكون فيلم الحريفة الجزء الثاني من بطولة نور النبوي وكزبرة ونور إيهاب وأحمد غزي. بعد النجاح الساحق اللي قدمه الجزء الأول من الفيلم بيرجع لنا فيلم الحريفة بعد سنة واحدة بس عشان يقدم لنا جزء تاني كان أفضل كمان في جوانب معينة زي الإخراج وتصوير الماتشات عامة، والقصة كمان كانت أعمق من الجزء الأول واللي بنشوف فيها تطور الحريفة بعد ما كسبوا البطولة وقرروا إنهم يفتحوا ملعب، ومن هنا بتبدأ تحديات ومغامرات في حياتهم الشخصية والتطور الطبقي اللي بيبقى جديد عليهم وبيخلق أجواء كتير من الكوميديا والدراما وإزاي هيقدروا إنهم يكملوا مشوارهم مع بعض. نقدر نقول بسبب الكوميديا القوية جدا والمبتكرة اللي كانت في أغلب المشاهد مخلياه من أفضل الإنتاجات الكوميدية اللي كانت معانا السنة دي بلا منازع. الفيلم من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح.
وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. محتاجين دعمكم جدا للقناه عشان نفضل مستمرين دايما معاكم، واكتب لنا كومنت بافضل الافلام اللي شفتها خلال السنه دي، وكالعاده ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جايه.